بنا سي رفيق مواطن تونسي اصيل مدينه مساكن ومقيم في فرنسا. قال لنا انه ورث هو واخواته 13 مليون من عند ولد عم بوه. القباضه طالبته بعد مده برساله مضمونه الوصول بدفع اختيه ب 36 مليون. علاش وكيفاش؟ التفاصيل مع سي رفيق معنا في المباشره. مرحبا بك سي رفيق. الو السلامة. خلينا نلخصوها الحكايه سي رفيق، خاطر عطيتنا برشا تفاصيل في الكواليس بكري، نحاولوا نبسطوها ونلخصوها للماكسيموم. شنو صار بالضبط؟ عندي ولد عم الوالد ولد عم بايا خلى شويه فلوس قسمناها انا واخواتي. صح لي باي 13 مليون و500. يعني خليتها ما على باليش نخلص عليها لا قباضه ولا ما نعرفش. خويا قال لي هو الكارني جاك عندك 13 مليون و500 الورثه نتاع عمي يوسف. باهي خليتهم. توفى المرحوم، كل واحد في اخواتك ورثته 13 مليون و500. خليتوا الورثه وقصى كل واحد قصد ربي على روحه. باهي مشيت لفرنسا. انت رجعت لفرنسا؟ رجعت لفرنسا لروحي، يعني مقيم في فرنسا. مشي جاني جواب من السوق لا تكوموندي يعني اخواتي. يعني الماما هذيك موجود في تونس. جبت الجواب نتاعي. بعد قداش جاكم الجواب؟ الجواب جاني بعد 10 سنين. بعد 10 سنين؟ 10 سنين جاني عام ولد عمي والعمي توفى 2012. جاني ولد عمي 2022 بعد 10 سنين. بعد 10 سنين مشيت للقباضه نتاع الساكن. قال لي مشي للقباضه نتاع سوسه بحر دوان زيد. مشيت غادي كي قالت لي كي انت جبت الجواب الحاضر يزازي. سمعت حاضر يزازي مش فاهمها. قالت لي انت موجود، انت حاضر يزازي تخلص على اخواتك. كيفاش تخلص على اخواتي؟ قلت لها ما خلصتش. مشيت على روحي. يعني انت باش تخلص على اخواتك المبلغ الاختياري اللي هي 36 مليون. ايه كيكي المفروض تقسم عليكم الكل. قالت لك الحاضر يزازي انت جيت الحاضر يزازي. هز انت الكل. الحاضر يزازي قلت باهي. مشيت لافوكا نتاعي عمل لي اعتراض. قالوا له استنى. البارحه تونا جاني تليفون قال لي الكونت تاعك راهو بلوكي. علاش؟ على القباضه. هاو جاتني الورقه قدامي بالضبط 34 مليون و948 و278. وما سالتش علاش الجواب جاك بعد 10 سنين سي رفيق، بعد استشارتك المحاميك وغيره، يعني حسب الادارات التونسيه علاش الجواب جاء بعد 10 سنين؟ بعد 10 سنين 2012 جاني 2022. قالوا لك عندك اختيار 36 مليون المفروض تخلصها انت واخواتك، بما انك انت جيت باش تخلصها انت الكل. قلت لهم ما نجمش يعني بلوكوا لي الكونت نتاعي في مساكن. كلمت فاميليا كل كي قالوا لي هاو بلوكوا لك الكونت نتاعك. قلت لهم معناها انت توا في الوضعيه هذه حبس بلغتنا احنا، مش عارف كيفاش تتصرف. استشرت محاميك عمل اعتراض، جاك جواب قال لك لازمك تدفع 36 مليون نيابه عن اخواتك الورثه، وتم معنا بلوكاج للكونت بانكير نتاعك. بلوكاج نتاع الكونت نتاعي انا حتى الملاك نتاعي قال لي، حتى الملاك نتاعي في الدبدخانه وكل كي قال لك بلوكاوهم ساده دياري وكل كي برشا. سير عليهم عقل. عاملوا فيهم عقله فوالا عقله عاملوا فيهم عقله. باهي اليوم الصباح كلمني الافوكا نتاعي قال لي في مساكن في القباضه. وعلاش الاجراء هذا شملك كان انت؟ اسكو شمل اخواتك معاك ولا؟ لا اخواتي في كل واحد وضعيه معناتها كلها 4. لا علاش الاختيه هزيت انت وحدك والعقله صارت عليك انت وحدك؟ سؤالي تطرح على خاطرش خليني جبت الجواب لا تركمودي جاتني الاول مشيت خليتها. اخواتي وقت مش موجودين في فرنسا وقت مشيت بالجواب اللي جبت الاول هذاك هو قال لك هزيت تروح وحدك. فوالا قالت لي حاضر يزلزي. اليوم سي رفيق انت يعني مازال السؤال مطروح، ما عندكش جواب واضح؟ عندي تو جواب واضح. تو جاني التليفون من تونس تو مع الافوكا نتاعي قال لي سيدي تو من 13 مليون خذيتهم عندي اختيه ب 7 مليون 822 دينار. يسمك تخلصهم وقت؟ لازمني خلصهم قبل راس الشهر. سينا فما بيناليتي. عملت حساب يعني 13 مليون و500 مش خلص عليهم 7 مليون 822. هما 13 مليون و500 اللي خذيتهم مع نتاع عمي. عندي 7 مليون 852. قداش فضلت لي 5 مليون 600. اذا كان خذوهم هما كل والله فرحان فك عليا من مشاكل. بقينا ناخذ 13 مليون و500 مش خلص 7 مليون 800. تو جاني التليفون تو ما عندوش حتى نص ساعه. قال لي راني في القباضه انا ركحت لك امورك وانا كل واحد مشي خلص بايو كل الاربع اولاد كل واحد 7 مليون 822 قسموهم. باهي
السرافي خليك معنا، احنا رانو كي نعطيو معلومه في جوهر فام للمستمعين والمشاهدين ما نعديوهاش ناقصه، باش يكون معنا الاستاذ كمال بالمنصور عادل الاشهاد والخبير العدلي بسوسه. احنا الموضوع هذا نتفكر حكينا فيه مع زميلتنا هبه في برنامجها، ولكن اخترنا انه يكون معنا الاستاذ كمال المنصور في المباشر ويوضح المساله هذه اذا فيها لبس واذا فيها ممكن انت بين قوسين تجهل بالقانون، فالاستاذ كمال المنصور يوضح لنا النقطه هذه اكيد بعد ما نسمعه. معنا منال سي كمال. استاذ كمال تحياتي، اهلا وسهلا. مرحبا بك ومرحبا بجوهر فام ومستمعنا الكريم. حبيناك تسمع سي رفيق وناخذ تعليقك، خاصه وانه فما جديد، يعني المحامي نتاع سي رفيق اتصل به عنده نص ساعه وقال له انه فما جديد. حبينا ناخذ قراءتك انت استاذ، خاصه انه الموضوع حكينا فيه قبل على موجه جوهر فام مع هيبه. والله هو عنده حق انه يحس بالحرقه هذه المواطن الكريم. هو للاسف بالنسبه للتصريح بالتركات القانون التونسي معناه وقت اللي واحد ينتقل له ملكيه عقار او منقول، الملكيه اما انه بوجه الشراء بالاكتساب بالعقد والا بالارث. معناها واحد صبح ملاك اليوم العقار اما شراه ولا ورثه. كيما وقت اللي يشري يلزمه يمشي يسجل لقباضه العقد بتاعه، كيما زاد وقت اللي يورث عقار يلزمه يمشي يسجل لقباضه التصريح بالتركه. هذا القانون التونسي. هذوما العقار. وبالنسبه للفلوس الاسباس حتى المنقولات كرهبه، فلوس، فونت كوميرس، شركه، اي املاك، نحكيو على الاملاك المنقوله والعقارات، يمشي يديكلاري عليهم، يلزمه يمشي يديكلاري. احنا نظام تصريحي في تونس، يعني يمشي للقباضه يقول لهم المرحوم فلان الفلاني المورث نتاعي مهما كانت درجه القرابه اللي باش يورثوا، باش يقول له راهو خلى العقارات التاليه ولا الفلوس التاليه ولا المنقولات التاليه، ويمشي يصرح عليه. فما بعض المعفات كما محل سكن اصلي معفى، كما العقارات الفلاحيه كي يلتزموا الورثه باش ما يشتوهاش وما يقسموهاش تولي معفات، فما امكانيات جبائيه، لكن المبدا انهم مطالبين بالتسجيل. لكن الاشكال وين؟ انه كما كان يتحدث توا عند تعدد الورثه والتصريح بالتركه يعتبروه وحده القباضه، يقول لك انا اعطيني فلوسي شو يهمني فيكم. يعني واحد منهم يمشي يصرح بالتركه كما المصرح بالوفاه، قد شخص يتوفى يمشي واحد من اولاده مش الكل يمشيوا يهز زوج شهود ويخرج حجه وفاه بوه. سي رفيق مشى وحده وهز هو طرح الكل. شفت هو لا القباضه لهنا يلزمها بالحق تدخل المشرع شنو هو ذنبه. اذا كان الورثه برشا والجماعه هاربين ما فماش ريحتهم ويجي واحد منهم يهبطوا عليه ويقولوا خلصنا في الكل. هما مش هاربين، هو قال لك معناها ما عندهمش المعلومه، كل واحد رجع عايش حياته عاديه، رجعوا خارج تونس وكي جاء هو معناها جاه جواب مشى يستفسر في القباضه قالوا له لازم تدفع 36 مليون. يا سيدي حتى يكونوا موجودين انا واخوتي ورثنا عقار والا منقول، اخوتي ما عندهمش فلوس، انا نحب نبيع، يلزمني نمشي نعمل تصريح بالتركه، يا قباضه اقبل عليا تصريح بتركه في حدود منابي انا فقط. فاش مطلوب انا نخلص على التركه كامله مش باش ناخذها الكل. واضح. هذا هو ممكن يعني الحاجه اللي ما قامش بها سي رفيق، وممكن هذاك علاش المبلغ كان كبير برشا، وهذاك علاش حتى ممكن يدفع نيابه عن اخواته. هذا هي الفرصه انه عبر جوهره هذاك علاش حابينك تكون معنا استاذ باش الناس اللي ممكن ما تحطش فيه الموقف هذا مستقبلا. بالضبط انه يتدخل المشرع التونسي، لانه احنا اليوم عندنا حتى وضعيات كما توا سي رفيق يقول لك انا فجاه باش نخلص على الناس الكل، ودو بلوس عندك سيدي القباضه عندها حق تبعث له في اجل 10 سنين، الاغفال الكلي للقباضه باش ما عادش تبعث لك، هو في يدها 10 سنين، ايش تعمل له؟ تفكر عليه لي بيناليتي دو روتار. وعلاش 10 سنين؟ سؤال مطروح للناس يا استاذ كمال. اعطاه القانون اجال للقباضه الماليه في اجل 10 سنوات، ما دامك انت اخر الاجال باش المونطون يكون طالع. وي تنجم تقول لي انت صحيح شبيك ما بعثتليش بعد عامين ثلاثه، خاطر من مصلحتها القباضه لهنا راهو انا تبعث لك بعد 10 سنين الخطايا تزيد اكثر. تقول لك وفي الاخر ما تنجمش تلومها تقول لك انت الغلط على خاطر المصرح ما جانيش، لازمك انت سبونتاني تجي تصرح. ما دامك انت على يعني املاكه على الكونت البنكير نتاعو زاد حاجه قانونيه واجراء قانوني جدا، ما فيش اجراء قانوني جدا، لكن هو يعترض توا على المبلغ ويعترض على انه مش وحده مطالب باش يخلص كامل المبلغ هذا. جامعة محامي في الإطار هو يعتبر دين في ذمة كامل الورثة للقباضة، ويقع المحاصة. يعني أنا اليوم يا أخويا باش نخلصك، احنا 5 أخوة 5 أولاد، أنا عندي الآن 5 بتحب مني 30 مليون، أنا باي 6 ملايين، دونك ما نعطيكش الكل، ومن حقه يعترض بطبيعه وما يخليهمش ينفذوا له على كامل المبلغ نتاع التركه، مش مطالب باداء كامل المبلغ، هذا دين ولا في ذمتنا، انا نخلص بروبورسيونيل في حصتي فقط.
واضح استاذ. هكا معلومه للمواطنين يسمعوا فينا توا، معناها اذا ورثتوا ولا اذا عندكم شريتوا ولا بعتوا ولا حاجه، سويوا وضعيتكم مع القباضه بصفه يعني فرديه ومبادره فرديه منكم، ما كانش راهو بعد 10 سنين تنجم تجيكم خطيه كبيره وكبيره برشا كيما جات لسي رفيق. واضح سي رفيق كلام الاستاذ؟ واضح. شكرا لك سي رفيق، وشكرا كذلك الاستاذ كمال المنصور عدل الاشهاد والخبير العدلي بسوسه، لكل من اتصلوا به الحقيقه نلقاو منه كان ترحاب وتفاعل الايجابي، واكيد اذا فما تفسير او توضيح قمنا به على